اشهر عربية فول في اسكندرية، من اول الفلافل السخنة لحد بطاطس الجمبري. اقوى وابسط فطار ممكن تتخيله. لو انت اسكندراني اصيل هتعرف المكان ده فين. اول عربية تعمل بطاطس الجمبري في اسكندرية، قد البتنجان المقلي والفول اللي بالزيت الحار والفول المدمس وبالطحين، الفلافل اللي بالجمبري السخنة والعيش السخن والفلافل السخن. كل ده مش هتلاقيه غير عند عربية فول عم صبري. حد فول زيت الزيتون والزيت الحار كمان، والبابا غنوج والجبنة القريش والسلطات. انك بتاكل جمبري مش بطاطس جمبري. ايه احسن فول بالنسبه لحضرتك في اسكندريه؟ ايه اشهر عربيه فول في اسكندريه؟ بتاعت طبق وفيك يا اسكندريه صبري ابو عبد الله. احلى بطاطس جمبري من صبري. يا جماعه انا هفطر عند اشهر عربيه فول اسكندريه، منشيه عند البورصه التجاريه. ونزلنا عند اشهر حته في اسكندريه وهي المنشيه البورصه التجاريه، ودخلنا على عربيه فول عم صبري. على طلبنا اقوى وابسط فطار من عنده. تخيل كده تبقى صاحي في الوقت ده، اول الجبنه القريش والبابا غنوج والفول اللي بالطحينه والفول اللي بالزيت الحار وكمان البطاطس العاديه والجمبري. احسن حاجه تفتح نفسك عند عم صبري، اللي هو مهتم بالنظافه جدا ايا كان الطلب. وطلبنا ابسط فطار من عنده، من اول فول زيت الزيتون لحد الفول الحار. وتعالوا اقول لكم بالظبط طلبنا قد الفلفل المحمر وبطاطس عيني الكتكوت. دخلنا على اول صينيه ودي اول حاجه بتطلب من عنده، وهي بطاطس الجمبري. عايز اقول لكم كانت سخنه كده وبتفح، ده كان شكلها يا جماعه يجو.